ليش انا لما ادخل مصر، انا كمواطن سعودي ادخل مصر، اي شقه اروح استاجرها يقول الشغاله عندك، وتجيني الشغاله من الصبح افتح يا ابو تركي، ده انا على الباب انشراح، واللي جاي مش زي اللي راح. انت الراجل مبدأك مش حلو، ليش؟ عشان كده بتلاقي الناس اللي مش حلوه يا لا ابو شفت تركي. ليش؟ لا لا ليش؟ لا، ما هقول لك اهو. لا هذا واقع، هذا واقع انت ما تبغى تؤمن فيه. هذا واقع ما تبغى تؤمن فيه. اسمعني. لا ماذا اسمعني، اسمعني هو انا دلوقتي قلت لك اسمعني. عزيزه الاحمد ليه كانت واقفه مع دقيقة. البنت؟ انتوا تحت تأثير الحزب الناصري والبعثي والاشتراكي وحكم العسكر. هذا تعرف هذا ايش الحكم؟ حكم انه الجيش حبيب اخوك انا دلوقتي لما كلمتك انا ابغى الفراعنه، احنا نبغى الفراعنه اما نحطه بالرابع. طب استنى يا عم علي بعد اذنك، انا دلوقتي يا ابو تركي ما قلتلكش عزيزه الاحمد كانت متصوره مع بيستن وعملتها؟ شوف يطلع لي حريقة. يطلع لي انت قاعد تعطيني ابستن وما ابستن واللي ماسكين وهذا الشيء. مش بقول لك انا اكلمك مليون مواطن سعودي يذهب الى مصر لغرض السياحه. اوكي؟ مليون. أوكي. ما بقول لك 100,000 و200,000. وانا في بلده الشغاله اللي تجيني على البيت مصريه. ليه ما اكرمتوا بناتكم؟ ليه ما أكرمتوهم؟ ليه ما أكرمتوهم؟ ليش حطها خدامة شغالة عندنا عاملة؟ احنا بناتنا حبيب اخوك ملوك من قبل ما انتوا تعرفوا يعني ايه اصلا بيت او يعني ايه طوبة. يا اخي خلينا الان من هذا خلينا في الفراعنة. استنى عم معلم نرد على تركي. لا خليك من تركي. خلينا في الفراعنه. الان نرجع للموضوع. تركي بيقول كلام ما ينفعش. اخناتون استنى عم علي، تركي كده بيغلط فينا احنا برضه. اخناتون في علم المصريات تمام. اخناتون في علم المصريات هو اول من وحد، صح ولا لا؟ وهو نقل عباده المصريين. اخناتون صح. انت المعلومه عندك يعني ماشي، لو هي عندك انا معاك اهو. هو اول من انا مش راجل، مش عالم، انا مش ملم. وانتقل من عباده الاله، وانتقل من عباده آمون الى عباده آتون. معاك برضه لو المعلومه معاك على كده برضه. هو ده طيب تاكد لي من هو ده تاريخ. هو تاكد انت عندك تاريخ اليوم مثلا ان احنا هنتكلم مثلا في العصر الماضي. مش عارف يا عم احمد، انا بس بوصل لهم نقطه. انا لا هو قال الفراعنه مسلمين. خلونا نتكلم في موضوع الفراعنه. نطلع من موضوع الفراعنه. فرعون قال انا ربكم الاعلى. انا قلت لك ما هو يقول مسلم. كانوا فيهم موحدين لله حبيبي. لا احنا دلوقتي ما داعي من اللي فات احنا ما عادش لنا دعوه خلاص. احنا لا دقيقه احمد زهران دقيقه. لا هو عنده معلومات غلط عن الفراعنه انهم كانوا موحدين ومسلمين، لازم تتصحح معلوماته. هقول لك يا عيل، هو الراجل ما بيقول لك اهوت انا مش فرعون اهو. لا هو يا اخي انت ايش، انت بس تدافع وخلاص. هو قبل شويه قايل الكلام، هو قايل قبل شويه ان الفراعنه كانوا موحدين. الله طبعا. طيب وتماثيل. طب دقيقه حورس ومحورس هذول بيعملوا ايه؟ عندك كم نبي انزل؟ هترد عليا. عندك كم نبي انزل؟ عندي كم نبي انزل؟ فيش طبعا ولا نبي انزل الحمد لله. كم نبي في رفع. كم نبي انزل عليه الرساله؟ في رفع او رسول. في رفع انزل عليه الرساله. كم رسول؟ كم نبي او رسول انزل عليه الرساله؟ ما اعرف من اول الخلق. ما اعرف والله. ابحث عنك على النت بعد اذنك عشان تجيب لي الموضوع، عشان ما حدش عارف. اسمع. حدش عارف اللي ذكروا 25 في حدود 314 رسول واكثر من 124 الف نبي على مدار التاريخ خلق البشر. تفضل كمل. مش في قال لك يا حبيبي اخوك. انت قصدك ان موسى في مصر. موسى بمصر؟ امال موسى كان فين؟ انا ابو الجن. اعطيني نقوش او برديه تثبت ان موسى في مصر. لا يا جماعه، ليش تروحون كذا؟ هو خلى الفراعنه مسلمين، ليش نروح موضوع بعيد؟ انا ابغى الفراعنه، انا ابغى اخناتون الشاذ الجنسي. اخناتون حبيبي. اول موحد كان شاذ جنسي، حتى تماثيله في مصر كلها بخصر ونهود. ليش اخناتون عنده خصر ونهود؟ في آية في القرآن بيقول لك ماشي، وانا برضو مش هعرف اقول الآية بس هقول لك معناها. يخرون سجدا للأسقر. ماشي. ايش؟ يخرون سجدا.
الموحدين ايام زمان كانوا بيخرون سجدا للاذقن. للإيه؟ ماشي. أذكر الذقن بتاعتك يا علي، الذقن بتاعتك اللي تحت الفم بتاعك. الدقن هذه ما دقن. مش عارف انهي قول قرآن اللحية بيستدل طيب. بيه. الذقن يا عم باللغه العربيه الفصحى، وانتم مش عرب يا جدعان. يعبدون الله. احنا العرب، أيوة. احنا مش عرب. ماشي. بعدين ما فيش آية ذكرت في القرآن بالمعنى حتى اللي انت بتقول عليه ده. لا ما في أعرفش ذكر، بتجيب لا منين. في ذكر في القرآن ان هم يا حبيبي انت جايب قرآن هو منين؟ يقصد انت جايب قرآن منين انت؟ يقصد عندما رمى موسى عصاه فخروا له السحرة ساجدين. لا انا بقول لك يخرون للاذقن. الأسقن. يا شوف يا عم فرق. هذا علم جديد ما طيب مر انت علينا قصدك انت أبداً. اللي تبغى أنت يا توصل له حبيبي انت تبغى توصل له انه انه كهنة المعبد كانوا يسجدون. لا مش كهنة المعبد، انا بقول لك الفراعنة كان فيهم موحدين. موحدين بآتون الشمس، قرص الشمس. لا موحدين بالله الواحد الاحد. لا ما كانوش. ماشي. لا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لكن الغالب على الفراعنة إنهم كانوا كفار. يعني تمام. حاليا حبيب اخوك انت رديت على نفسك. كان في راجل مؤمن، كان في راجل مؤمن يعني في فراعنه مؤمنه بالله. آسيا مرات فرعون كانت مؤمنة قبل موسى، لكن الفراعنة كانوا ماذا؟ المنشطة. الآن سؤال هل نقول المصريين مسلمين ولا مسيحيين؟ المصريين برافو. مع انه في مسيحيين بس نقول المصريين مسلمين لانه الغالب انهم مسلمين. الان نقول الفراعنة تمام هل كانوا مسلمين ولا وثنيين؟ لا كانوا موحدين في فترة. لا موحدين. لا موحدين هذه عند هذاك شو اسمه هزيم ما ادري شو اسمه موحدين. لا ما في موحدين يا حبيبي. موحدين هذه عند وسيم السيسي يا حبيبي. موحدين عند وسيم السيسي، هذه مش موحدين، ما كانوش موحدين. انت ليه ما بتسمعش علي؟ انت ليه بتلغوش على الكلام؟ تفضل. عشان كلامك غلط. لا كلامي مش غلط يا حبيبي اخو. المشيطة يا حبيبي انت جايب ايات من راسك. المشيطة اللي يا اخي انت كانت ذكرت لي اثنين، انت ذكرت لي اثنين اخفوا ايمانهم، بس اثنين كانوا يخفون ايمانهم. ده دليل ان كان في ايمان قبل موسى. ده دليل يا اخي. الايمان والاسلام من ايام ادم عليه السلام، من ادم. انت بتفصل فيه يا عم، موضوع واضح. ايه الموضوع واضح؟ ايوه علشان الايمان والاسلام من ايام خلق ادم عليه الصلاه والسلام. ابليس كان مؤمن بس يا حبيبي تمام. فانا بقول لك الفراعنه مش كلهم وثنيين. سيدنا ابراهيم كان مؤمن في قوم كافرين. الفراعنه مش كلهم وثنيين. يا طارق يا محمود سؤال يا محمود. تفضل. دحين مصر مسلمين ولا كفار؟ مصر حاليا. ايوه مصر. لا مصر حاليا الاغلبيه العظمى فيها مسلمين. لا لما نقول مصر دوله اسلاميه. مصر دوله اسلاميه 100%. يا سلام. بس وقف عند هذه. تمام. ليش قلنا دوله اسلاميه مع ان فيها تقريبا ما بين 10 الى 15 مليون قبطي؟ لان المسلمين اكثر، صح؟ الغالبيه مسلمين. يا سلام. ايام الفراعنه الغالبيه وثنيين ولا الغالبيه موحدين؟ مش في كل الازمنه. انت عارف الفراعنه دول من امتى يا حبيبي اخوك؟ كلنا من جماعه كمت. هذا من جماعه كمت. لا جماعه كمت بيقولوا ان الفراعنه كانوا وثنيين يا عم علي. هتقعد تراوغ مش خلينا سيبك. انا قلت لك شوف بس. انا قلت لك من الاول الفراعنه مصر. خليك بس. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلاص اقفل على الباب ده. خلينا فيك انت. خلينا في مصر بقى. انا قلت لك مصر لها نصيب من كل شيء. خلينا فيك انت يا حبيب قلبي. خلينا فيك انت. فوق شنو خليه يقوله. خليك قول لي انت راجل مسلم. الحمد لله. لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب يعني ايه اسلام؟ يعني ايه اسلام؟ الاسلام اركانه 5. يا عم ما بسالكش اركان الاسلام، بقول لك يعني ايه اسلام. يعني ايه اسلام؟ يعني ايه الاسلام؟ اقول لك يعني ليه معاني ياما. اول الاسلام دي رساله. هو اول حاجه توحيد بالله والايمان بالله ورسله وملائكته واليوم الاول واليوم الاخر. اركان الايمان. هذه اركان الايمان. لا دي مش الاركان الصيام والصلاه والزكاه. هذيك اركان الاسلام. اركان الاسلام. ايوه. اصلا واللي قبلها كانت اركان الايمان.
أركان الإسلام ازاي يا نعرف حبيبي. معنى يسألوا الإسلام. واحد مصري عن اركان الاسلام وانتوا بلد اصلا، يعني انتوا بلد الرسول، انت ازاي إحنا يعني بنصدر ده له. يا اخي اللي انتوا قاعد كان يساله فرعون. مصري يا اخي، مش انا اللي قاعد اسال، اللي قاعد يسال مصري. لا يا سعودي، عم بس خليه أنا يرد أقدر أرد على علي، أي حد يا عم أحمد. خليك رد علي، رد علي. يعني ايه اسلام؟ اتفضل. يعني ايه اسلام؟ ما تزوغش ما تزوغش، رد عليه رد واضح. يعني ايه اسلام؟ يا تعرف يا لا ما تعرفش. هو أنا برد عليك إيه؟ وأنا برد عليك عبري؟ ما أنا بقول لك يا عم ماشي. الإسلام إن أنا أسلم بسيدنا محمد يا عم استنى وربنا بس حاجة. ووحد به، تمام. وهو ده الإسلام طبعا، وأؤمن بكل اللي جه في الكتاب القرآن. انت قاعد تخبط كلمه من هنا وكلمه من هنا. لا ما الاسلام ليه بخبطش. تعريف واضح. اسمعني طيب، اسمعني واحفظه عندك، يمكن تستفاد مني في يوم من اتفضل الايام تتعلم. اتفضل حبيبي. الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعه، والبراءه من الشرك واهله. نقطه طب من أنا اول قلت إيه السطر. يعني غريب عن كده يا حبيبي؟ انت قلت اللي انا قلته ده؟ يا يعني احمد ما بالنص. تقاوحش يا احمد، هو أنت ما كمبيوتر؟ تقاوحش يا احمد، يا يا أخي محمود، والله ما لهم حل. محمود ما تقاوحش يا محمود، يا إيش الراجل ده؟ بيعلمك دينك. يا طب حبيبي معاك استنى طبعا، ما ده اللي أنا انت قلت لي، قلته. طب بس قول لي بس لو سمحت، قول انت قلت لي انا مسلم بقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني ايه لا والإيمان. اله الا الله؟ لا هو أنت يا ابني جاي منين يا ابني؟ لا إله إلا الله، ما فيش يا عم رب انت ايش إلا دخلك ربنا. انا اللي جاي منين يا عمي؟ انت ايش دخلك انا جاي منين؟ قول لي يعني ايه لا حبيبي اله الا معاه الله؟ معاه. يعني لا ايه اله الا الله، يعني هي الكلمه. هو انت عربي ولا ايه؟ لا اله الا الله. انت ها ايه يا فهمها عم؟ لي. انا راجل مكسيكي يا عم. انت قول راجل لي يعني ايه لا مكسيكي؟ اله الا الله؟ لا روح يعني ايه لا روح اله الا اتعلم الله؟ عربي وابقى تعالى افهمها لك يا عم. ما انا اتعلمت عربي وعرفت يعني ايه لا اله الا الله. انت بقى لا مولود لا عربي دي وما اداه تعرفش يعني نافي. لا اله. لا دي اداه نافي. اله اقول لك ايه يا عم انت حبيبي؟ لا اله الا الله طيب سيدنا انا محمد اقول لك رسول انا اقول الله. لك انا اقول لك ايه يا بعد ما عم علي؟ اتعلمت وانت جايب العربي. مين يا عم علي يتكلم اسمع معانا؟ بس اسمع بس، انا بعد ما اتعلمت العربي وتعلمت يعني ايه لا اله الا الله، عرفت ان لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. طب ايه الفرق بينها وبين لا اله الا الله؟ ده معنى لا اله الا الله. يا لا حبيبي معبود هو بحق احنا الا الله بنتكلم هنود سبحانه يا وتعالى. ابني؟ احنا ما بنتكلمش هنود. لا اله الا الله معروفه ما احنا يا ريت لو بنتكلم هنود كانوا فهموا. يا لو ريت بنتكلم هنود والله. كانوا فهموا. انت ماشي لو بتكذب في حاجات غريبه. يا طيب محمد طيب يا ما هي محمود اركان لا يعني اله محمود الا مش الله؟ طالع اللي انت ما هي اتعرفت منه اركان دلوقتي، لا ممكن اله تقول الا له يعني ايه الله؟ معنى كلمة لا اله الا الله والكلام من ده. مش عارف. هو طالع يتكلم في موضوع ما معين. هي اركان؟ هاي ما علمت هي دينك يا جماعه اركان؟ الخير، هذا دينك. ما هي يابا احنا ما هي نعرف ديننا، اركان لا ولو مش اله الا عارفين الله؟ ديننا ربنا اللي هيحاسبنا عليه، مش انت او احمد يا او حبيبي يا حبيبي فكك من الهياط الفاضي. بس يعني إيه ما هي اركان لا اله الا الله؟ يا ما اخي هي انت لو أركان. عرفت حاجه في الدين هذه فرضها حاجه لله، والله ما حد يقدر يقول لك الحاجات طبعا هذه. لله اكيد طبعا يعني، لله. بس يوصلها بمعلومة حلوة، من اللي هو ايوه مش جاي يعرفنا ما انا مواضيع اقول لك الدين ايه، ما انا والكلام ده. بكلمك بالادب وقلت لك يا عم ايوه انت لا متهكك يقاوح، كتير. يقول له ما يعرف والشيخ احمد يعلمه، ما في بس ماشي. بكلمه بالادب، بقول له يا عم انت متهاك شتمني. طب انا بس اقول له على ايه فكرة طيب؟ ده ما كانش موضوعنا يا استاذ احمد. ما هو انت يا حبيبي مش مكفر الفراعنه اللي ربنا مكفرهم في القران. لا ربنا انت عاوز كفر مني اقول فرعون لك ايه؟ واحد. فرعون واحد القرآن. بس. اه طب يا وآل حبيبي فرعون؟ ما معنى آل فرعون؟ ما انا بقول لك فرعون واحد والحاشيه بتاعته. في وما زمن من آل الازمان طيب احنا 7000 يبقى سنه نشوف. يا اسطى. يبقى آل 7000. فرعون آل فرعون آل فرعون. احنا انا مش عارف انت معاك تقويم، انت حاسب ال 7000 سنه دول من امتى؟ طبعا انت يا هو اخوي ده انت علم. حاضر ما عندك الماضي داير باي شنو؟ قلت له انت يا عبد حاضر ما السلام عندك الماضي داير باي. قلت لك حاضر انت ما الحاضر عندي. ما عندك الماضي داير ما عندك شنو؟ انت اللي تتكلمني في الحاضر انا؟ ايوه ازاي انت اللي تتكلمني في الحاضر؟ اذا كان انا الحاضر. بكلم. انت إذا كان الحاضر ما عندك. انا العمود اللي الوطن العربي كله واقف عليه، والله وكل العرب ضيعتوا عليه عارفين كده. الفراعنه. انت والله لو ضيعتوا عليه مصر وقعت. علاقتك شنو بالعرب؟ والله ضيعتوا عليه انت الفراعنه. فرعون علاقتك شنو بالعرب؟ حبيبي واقع مخلص التليفون. حرمتوني انت من فرعون فرعون. علاقتك شنو بالعرب؟ انا بعمل شنو بالعراق؟ علاقتك شنو بالعرب؟ انت اخوه فرعوني. اخوه العراق اخوه. يا اخو بالله فرعوني، لحظه انت عبد فرعوني. السلام، انت مؤمن عندي بفرعون. سؤال لابو الجن، عندي سؤال لابو الجن، عندي سؤال لابو الجن. ابو الجن اخناتون بعد ما زعلت منه، ليش زعلت منه كليوباترا؟ اخناتون مو كليوباترا اللي زعلت منه، زعلت منه نفرتيتي زعلت من نفرتيتي اخناتون زعلت. لانه حب اخوه وتزوج اخوه وطفشت، وبعد ما طفشت وسكنت برا اخوه تركه وراح تزوج من نفرتيتي.
ليه وكانت وصية من الأب، ها؟ إن كيلوباترا تتزوج أخوها، صح؟